باراويكم لقطه ما شفتوها في الملعب، ايش رايكم نشوفها مع بعض؟ شوفوا هاي اللقطه، شوفوا يزن، فرحه يزن. يا حبيبي يزن، حكيت لك يزن اكبر حافز لنا. شعور جميل. احنا لاحظنا هاي الوحده داخل غرفه ملابس المنتخب الاردني، شاهدناها من تصريحات جمال السلامي، شاهدناها من دموع جمال السلامي. صح. انتم كلاعبين اشرتونا بذلك. شوف يعني كان يبكي قبل قليل يزن نعيمات في هذه اللقطه. هاشم شوف واضح يعني احنا نبي نسمع منهم هم كلاعبين. حتى علي قاعد يبكي، حتى علي متاثر. المشاعر جميله، هذه مشاعر جميله علي جدا. لكن جميلة صراحه هذا يعطيك ان البيئه صحيه بشكل كبير في غرفه الملابس. واضح ان الفريق جاي ايد واحده، يعني اللي في الدكه اليوم وعيد بكر اللي في الدكه والاساسيين كلهم واحد. واضح الاسره المتكامله، الوقوف بين بعضهم البعض كلاعبين. فهذا شوف حتى انا اليوم قاعدين نشوف صراحه المستوى اللي قدموه، يعني هذا المستوى اللي قاعدين يقدموه واضح ان هذا تاثير يزن اصابه، تاثير يزن نعيمات. الكبار موجودين، فاعتقد هذا الشيء هو اللي اعطاكم حافز كبير انا من وجهه نظري. فما اعرف علي كيف. ممكن في كثير ناس لمتنا الشوط الثاني خصوصا في المباراه الماضيه، لكن ما بيعرفوا قديش يزن مش بس لاعب، هو بالنسبه لنا يعني تاثيره كثير كبير علينا، خصوصا علي انا. ممكن انا بعرفه من 7-8 سنين ونحن صغار، يعني ترعرعنا مع بعض وكبرنا مع بعض. فلما انزل انا فعليا حضرت الفيديو المباراه الماضيه ما كنت اعرف شو بعمل الشوط الثاني، يعني بس بركض وعقلي عند يزن. لما شفته يعني يزن من النوع اللي ما بيبكي، يزن من النوع اللي دائما بيضحك، دائما عامل اجواء. لما شفناه بيبكي بين الشوطين وزعلان ومحروق، بالامان يعني مشاعرنا كلنا، يعني يمكن كل الفريق بكى بين الشوطين يزيد، كل الفريق. فبنتمنى له الشفاء العاجل. يمكن الناس تفكرني ببالغ، لكن ردة فعل الجمهور الاردني والناس على يزن تثبت انه هذا يزن مش بس لاعب، يزن اسطوره للكره الاردنيه بصراحه.